هو في إيه يا جماعه؟ هي الدنيا حصل فيها ايه؟ ما الدنيا كلها واضحه اهي، وعارفين ان الاهلي بيقع ليه، وبيقع بسبب التحكيم. محدش بقى يقول لي لا كولر ولا يقول لي لعيب امبارح لاعبين ماتش جامد جدا ومكسرين الدنيا. اصل تصريحات كولر، اصل الاول بس انا عايز اعرف هو اللي بيتفرج عليا دول اهلاويه ولا مش اهلاويه؟ يعني يا جماعه احنا اهلاويه. الناس بتخش تعمل مشاهدات بس، اللايك مفيش لايك. يعني هو اللايك ده بتقطعوه من لحمكم الحي؟ يعني لايك يا جماعه عشان خاطر احنا بنكلم مين؟ ما انت لو ما عملتش لايك الفيديو مش هينتشر، صوتنا مش هيوصل. فلايك يعني مش هيحصل حاجه يعني، بيبقى في مشاهدات قد كده نعمل لايك كمان. تصريحات كولر، مالها تصريحات كولر؟ يعني اصله كده بيفقد اللعيبه الثقه في نفسها ليه يعني؟ ان شاء الله هو اللعيب ده مش واخد فلوس؟ هو اللعيب ده مش محترف؟ ايه مشكلتك يعني مديرك في الشغل يقول لك انا مش عاجبني ادائك؟ لا اصل بيطلع يقول كده في التصريحات على العلن وكده لعيبه الاهلي ثقتها تهتز في نفسها، وسيد عبد الحفيظ اللعيبه قعدت معاه المهاجمين شريف وحسام حسن وشادي حسين وقالوا له احنا مش عاجبنا اللي حصل دوت، واللي النقد ما بقاش في العلن، واداره الاهلي غاضبه من كولر عشان بينتقد اللعيبه في العلن وهم كانوا محذرين. يعني هو بيخترع؟ هو مش ده حقيقي؟ يعني انت حد من الجمهور اقنعه شادي حسين؟ لا. حد من الجمهور اقنعه محمد شريف؟ لا، بقى له اصلا محمد شريف بقى له سنتين ما حدش مقتنع بيه. حسام حسن حد مقتنع بيه من ساعه ما جه الاهلي؟ لا. هو لو اللعيبه دي جامده جدا وهم فورتيكا هتعمل ايه؟ هتاكل النجيل، هتاكل النجيل. لكن هو الراجل ما قال، انا مش شايف قال حاجه، عادي يعني، عادي. طب ما الجمهور بينتقد، ما الجمهور بينتقد ده. لسه شايف قله ادب امبارح، ناس عماله تشتم بالفاظ مش كويسه اللعيبه وهي خارجه، مع ان اللعيبه امبارح عملت ماتش كويس. فيعني خلاص يعني جات على المدير الفني؟ لا اصل هو ينتقد بس ما ينتقدش في العلن، يحمي لعيبته. يعني طب لو اللعيبه بتتدلع نعمل ايه؟ هو احنا ليه في الاول وفي الاخر مش عاوزين نعترف ان دي شغلانه؟ دي شغلانه. المدرب ده مديرك، مش عاجبه ادائك، بيقول هو مش عاجبه ادائك. لما انت تسمع بقى ان مديرك مش عاجبه ادائك، وان الاهلي ممكن يمشي لعيبه، انت كلاعب محترف عاوز تحافظ على اكل عيشك تعمل ايه؟ تموت نفسك اكتر، تجتهد اكتر، تلعب اكتر، تحاول تبقى حاسب اكتر. لكن احنا نقعد نطبطب وندلع ونقول لا اصل اللعيبه ما ينفعش تهاجم، اصل لازم يحتوي اللعيبه، اصله ما ينفعش يعمل ايه ده؟ ايه ده؟ ما يا جماعه خليكم محترفين، خليكم محترفين. اللعيبه دي بتاخد ملايين يا جماعه، اللعيبه دي بتاخد ملايين. اللعيبه دي مش بتجبي على حد، اللعيبه دي مش بتجبي على النادي الاهلي ولا بتجبي على الجمهور. اللعيبه دي بتاخد ملايين. لما واحد ياخد في السنه 15 مليون ويبقى زعلان ان المدرب بتاعه اللي هو مديره قال اصل انا ما اقنعنيش، مش شتمه مثلا بوم ولا ابوه، قال ما اقنعنيش، ايه يعني؟ مش كارثه يعني؟ الراجل ما غلطش، ما لعبناش وحش امبارح، والخطه ما كانتش وحشه امبارح، كل حاجه كانت زي الفل. عدم توفيق وتحكيم بس، سهله وبسيطه يعني، مش محتاج. وهتشوفوا الاهلي في كاس العالم للانديه وفي افريقيا هيبقى احسن ان شاء الله. بشكركم، متقابل في حلقه جديده ان شاء الله. وسع احنا الشياطين حضر الاهلي يا بني ادمين ستنا مسمع يلا للصين